كتير حلوة على اليوتيوب مع بعض. أحلى سنتين مرقوا بحياتي السنتين اللي قضيتها الكمبيوتر مهنة يعطيني شيء يعطينا آلة هذا شو كانت عم تعمل هذا مو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعدكم جميعا يا جماعة. صار لي مأثر عليكم يمكن حوالي الجمعة. بس هلا الموضوع الأهم اللي بدي أحكي فيه والناس تسمعه مشان موضوع أمسيف. طبعا أمسيف لعبت ببجي وهي زميلتنا يعني بمجال اليوتيوب. كل يوتيوبر مثلا نحن زملاء بينات بعض، نعرف كل شيء عن بعضنا، بنحكي مع بعضنا، في تواصل بيناتنا. يا جماعة الخير بدي نوه على شغلة بدي اقول لكم اياها. الناس اللي عايشين برات تركيا بيفكروا انه تركيا فيها امان. يا جماعة هذا الموضوع تركيا ما فيها امان نهائيا، لا. في ناس، في عصابات، فيها كل شيء. في ناس حتى مو سائلة عن الدولة، مو سائلة عن شيء اسمه دولة، فينا نسميهم مثل مافيات. رح اقول لكم على موضوع كثير ضروري. نحن حاليا بمنطقة انطاليا، طلعنا من اسطنبول. كثير ناس حكت في القصة، ليش ما عم تنزلوا شو صاير معكم؟ يا جماعة هذا موضوع مالي حابب احكي فيه لوقته، عرفتوا؟ شو موضوع أمسيف. عرضت فيديو هذا اللي رح تشوفوه. قضينا أيام كتير حلوة على اليوتيوب مع مثل بعض. ما انكم شايفين بلشت الفيديو. أحلى سنتين مرقوا عم بحياتي تحكي أمسيف. السنتين اللي عشتها معكم، وهلا اجى الوقت اللي صار لازم فيه اني اترك اليوتيوب. انا ما عاد انزل اي فيديو على اليوتيوب حسب ما بنعرف يا جماعة الخير، شفتوا الفيديو؟ بس حابة إني أكون بآخر الفيديو عملت هيك وعم تتلفت وعم تطلع. طيب فينا نقول هذا ترند، فينا نقول كذبة، فينا نقول انه تركت اليوتيوب هي تحت تهديد. كثير ناس هلا رح تفسر في اليوتيوب بدها تحكي وتقول شو عم يصير. هذا بدي يفسر على كيفه وهذا بدي يحكي اجباري بالصوت. الكاميرا لما تكون شغاله في صوت ولد، في صوت شغله تطلع، ما في مشكله. يا جماعه الخير كثير ناس رح تفسر على كيفها مخطوفه، هي تحت تهديد. العلم عند رب العالمين. انا في تواصل بيني وبينهم، في شباب معهم، في تواصل مع جيفار العلي. طبعا نحن زملاء بالعمل، نعرف كل شيء عن بعضنا، في تواصل، ناخذ افكار من بعض. فاتصلت فيهم وما حدا عم يرد نهائيا. كانوا مثلا يردوا او يحكوا معنا، ما حدا عم يرد. طيب في ناس كثير هلا راح احط على الموضوع، اللي ما بيعرف شيء لا يحكي عن هذا الموضوع، عرفتوا؟ اللي ما بيعرف شيء لا يفسر على كيفه، يقول مخطوفه، هي تحت تهديد. في ناس مقابلها، في ناس على الكاميرا طلعت هيك لفوق، ما بتعرفوا شو صاير مع البنت. طيب اذا ما بتعرفوا شو صاير مع البنت، معقول عصابه خطفتها؟ معقول في هيك شيء بتركيا؟ حابب اقول لكم انه بتركيا في هيك شيء يا جماعه. رح تعرفوا كل شيء ان شاء الله. فموضوع يا جماعه الخير برجع بنوه، لا حدا يفسر على كيفه. نحن حاليا كمان بنفس الوضع فيكم تقولوا. لحد الان ما طلعنا لانه نحن ما عارفين شو صاير. ما بدنا نعمل ضجه بالسوشيال ميديا لانه موضوعنا كمان كبير. ليش نحن بانطاليا يا جماعه الخير؟ اذا صار شيء معنا او حسنا نطمنكم على شيء نحن كمان عايشينه، مثل ما عم تحكوا عن أمسيف مثلا. اليوم أمسيف مخطوفة او تحت تهديد او هيك، ما حدا بيعرف شيء من عنده ليفسر. تمام؟ نحن ما طلعنا او حكينا مثلا بموضوعنا اللي صاير معنا. نحن يمكن ابشع من اللي صاير مع أمسيف. ما عم نحكي بالشيء اللي صاير معنا،
مشان الناس لانه بدها تطلع تفسر على كيف صاير معهم شيء. اذا نحن ما عرفنا على الشيء اللي صاير معنا ما فينا نحكي ونفسر. يا جماعه الخير رابط قناه ليس واسعد تحت في الوصف، اذا صار شيء رح نحكي عليها معنا. نرجع بنقول لأم سيف اذا في اي شيء او قدرتوا تتواصلوا معي صاير معكم شيء فتواصلوا معي ان شاء الله بنقدر نساعدكم بهيك امور. ان شاء الله ما يكون صاير شيء. يعني هي العمله اللي عملتها هيك وسكرت ايدها معناتها صاير شيء. طيب هي عم تمثل عم تكذب. برجع بنوه على الموضوع. هي شو عم تعمل يا جماعه؟ فيني صدق كل شيء. ليش؟ لانه بتركيا فيها كل شيء. عرفتوا؟ في ناس مو سائله حتى عن الدوله. ناس مو سائله عن الدوله. يا جماعه الخير اذا كانت مخطوفه الله يفك اسرها. ايه ودائما المصور بكون مع بصور. طبعا اسعد هو ورا الكاميرا. اسعد اللي ضلان معي. في داعي نحكيها اسعد الموضوع؟ اذا اضطر الامر بدنا نحكي، اذا ضليت هيك ما بنعرف شيء. طيب يا جماعه الخير بدنا منكم بس تدعوا لفطراوي وليس بالسلامه. ما بدنا نقول لكم غير هيك. الله يرجعهم بالسلامه. تعال اسعد. اذا اضطر الامر يا جماعه، اذا اضطر الامر رح ننشر انا ومنير عن المشاكل اللي صايره معنا. اذا اضطر الامر اليوم لنشوف على اساس اليوم يبينوا لنا نقطه. اذا مش الحال ما رح ننشر، اذا ما مش الحال اليوم رح ننشر. لانه قسما في الله العظيم اذا حضرتوا هذا الفيديو اقسم في الله العظيم وباللي خلقني ونزلني على الارض ما رح نسكت على حقنا. الشيء اللي صار معنا ما رح نسكت ما رح عليه. نسكت طبعا. حتى لو بدنا نضطر ننفضح او نفضح ما رح نسكت على حقنا. اذا بدها توصل لوين ما بدها توصل. انا زلمه ما بخاف غير من ربي وغير من اللي خلقني. عرفتوا علي؟ ان شاء الله رح نوضح لكم كل شيء، لكن ما رح تفهموا شيء لنوضح. ما بدي احكي في القصه مشان الشباب. تحياتي للجميع وان شاء الله يرجعهم بالسلامه. ما فينا نحكي غير هيك. تحياتي لكم يا جماعه. لبسنا